أنا هستأذن، أنا كتبت في رأيي إيه ال6 مشاكل اللي موجودة في الاقتصاد المصري، وكتبت 6 حلول أستأذن أحطها أمام سيادتك. أول حاجة، الدين العام المحلي على الموازنة وصل لحوالي، كان بعد 6 أشهر حوالي 10 تريليون. أما يبقى عليه فايدة 30%، حضرتك تتكلم على 3 تريليون فايدة فقط. 3 تريليون فايدة فقط. لا يوجد موارد للدولة المصرية في رأيي تستطيع أن تقدر تقنع فيها حد مالي أو كان مالي زيي إنه ممكن يبقى فيه توازن على المدى المرئي اللي جاي. 2، في ناس مع الأسف مش واخدة بالها إنه الدين العام المحلي النهارده اللي هو يصل حوالي 10 تريليون كله تقريبا فايدة وليس أصل. يعني إيه؟ يعني حضرتك لو طلبت من سيد وزير المالية إنه يجمع لحضرتك الفايدة المدينة على ميزانية الدولة في آخر 10-12 سنة، هيقول لحضرتك إنه إجماليها حوالي 9 تريليون بما فيها السنة دي، يعني 9 تريليون. يعني هذا الدين العام المكون على كاهل الدولة هو دين فايدة وليس أصل. ده فيما يتعلق بالشق المصري. أول مشكلة. الشق الثاني الشق الدولاري. حضرتك النهارده علينا ما هو معلن، لو ده مصدر اللي عندي، عندنا حوالي 140 مليار دولار مديونية في الميزانية. والحقيقة الرقم في رأيي قد يكون أكثر من كده كمان، لأنه 140 ده على ميزانية الدولة فقط، وقد يكون هناك حاجات تانية موجودة في هيئات اقتصادية مختلفة، أو دين عسكري، أو مشروع الضبعة، أو أنا ما أعرفش ده مجمع في 140 ولا لأ. لكن لو أنا ببص على المنظر العام، أنا في تقديري إن الرقم الحقيقي يقترب من 200 ل 250. طب لو أنا أقل يا ريت. بص يا فندم، إحنا الدين بتاعنا كل الدولة بالهيئات الاقتصادية بالشركات بكل الكلام ده 152. إحنا كنا 168 بقينا 152 مليار. طيب ده لآخر شهر اللي فات. بس عشان تبقى حضرتك الأرقام. أنا عايز أدي حضرتك رقم. إحنا يمكن النهاردة عشان حضراتكم تبقوا عارفينه، سنة 24 ودي السنة الأثقل في سداد الديون، والحمد لله عدت. إحنا سددنا ما يقرب من 39 مليار دولار السنة دي، وده كان يعني رقم كبير جدا جدا جدا، وكان يعني مصدر قلق شديد. ولكن بصورة أو بأخرى الحمد لله إن إحنا قدرنا إن إحنا يعني نلبي هذا الكلام، وإن إحنا نسدد كل التزامات الدولة المصرية. والنهاردة إحنا آخر السنة أهو داخلين على السنة الجاية، طبعا الأرقام أقل من كده بكتير. أوكي. نفترض 140 مليار دولار يا فندم بفايدة 5-6% عليها، يبقى أنا عليا فايدة مدينة دولارية بحوالي 12-15 مليار دولار سنويا. في بعض الاهتمام في التنظير الاقتصادي إنه الدين الأجنبي للدخل القومي واطي، وده حقيقي. بس أنا في رأيي إنه الدين الأجنبي لمواردنا الدولارية الصافية عالي.